يعني عامل توليفه قويه جدا جدا، ولسه عايز دوناروما، وبيفاوض دوناروما اللي قال بالمفتشر كده لباريس سان جيرمان انا مش لاعب معاكم تاني، وما كانش موجود في كاس السوبر. الماتش ده بالنسبه لمانشستر سيتي مهم جدا، الانطلاقه مهمه جدا، الميركاتو اللي حصل واللاعب تشيركي اللي هيلعب، وفي نفس الوقت عدم وجود دي بروينا اللي هيكون تقريبا كده هيكون مكانه مرموش، ان ما كانش برناردو سيلفا هيكون مرموش. اتمنى ان مرموش هو اللي ياخد الحته دي. ناحيه الشمال دوكو، يعني الشكل لسه مش واضح، احنا لسه في اول مباراه في الدوري، هنشوف واحده واحده، ولو ان يعني جوارديولا دايما بيحب يفاجئنا، لكن هيكون فيه هالاند. لو حصل على خدمات البرازيلي سافينيو الصغير اللي عنده 21 سنه داخل في ال 22، لعيب كبير جدا مراوغ وسريع وحاجه يعني ممتازه، وهيشارك كويس جدا في صناعه اللعب. لو توماس فرانك حصل عليه فعلا الفرقه دي هتكون قويه جدا جدا، وهيكون مقابله الفراخ خاصه على ارضهم هتكون صعبه. عندهم بالينيا في نص الملعب اضافه كبيره اللي جابوه من بايرن ميونخ على سبيل الاعاره، لكن بالنسبه لتوتنهام قدر ان هو يدعم بمحمد قدوس. محمد قدوس ظهر في نهائي في ماتش السوبر بشكل ممتاز، يعني هو اول ما خرج فرق كتير جدا في الناحيه الهجوميه. قدوس بيعرف يتمركز، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف ان هو يراوغ، بيعرف ان هو يسدد، وكمان ممرر بارع. ريتشارلسون لو قدر ان هو ما يطردش ويحافظ شويه على الاتيتيود بتاعه، ويبتدي كده يبقى عاقل شويه ويبطل العقليه البرازيليه دي، وياخد باله ان الفرقه بتخسر كتير جدا لما يطرد وياخد انذارات والكلام دوت، والتوتر الشديد اللي بلا داعي دايما بيعمله، هيكون هو الاساسي. يعني بالنسبه لخطه توماس فرانك هيكون الافضل ان هو يحب يلعب بمهاجم متحرك زي ريتشارلسون، زي ما كان بيعملها مع برينتفورد هناك في النحل. لكن هنشوف بالنسبه لسولانيكي، هل سولانيكي هو اللي هيكون الاساسي؟ انا اشك. لو ريتشارلسون ركز هيكون هو الاولى، لان الادوار اللي بيعملها سولانيكي دايما بيكون متمركز وراس حربه صريح، وده اللي مش بيحبه توماس فرانك في فرقته. اكيد هيحتاجوا طبعا مباريات كتير، لكن هنشوف هو هيعتمد على مين. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن السيتي والوولفز، دايما بيمثلوا مشكله كبيره لجوارديولا، وبيقدروا ان هم يخطفوا من ايام نونو سانتو واداما تراوري. لو تفتكروا المباراه دي مهمه، 3 نقط انطلاقه، يعني انا موجود، انا بالميركاتو بتاعي وبالقوه الشرائيه اللي انا عملتها انا مرشح مع المربع الذهبي. وهنشوف خلال الدوري الدنيا تمشي ازاي مع الميجا مايند ومرموش، وان شاء الله ربنا يوفقه ويحصل على المكانه اللي يستاهلها بين يعني تشكيله جوارديولا. مش عارف برناردو سيلفا اللي كان عمل لجوارديولا، كنا بنتكلم بنقول ليه بيلعب، هل هيشارك الموسم ده بصفه اساسيه؟ هنشوف جوارديولا ناوي على ايه.